قالوا إن المغرب أخطأ في التنظيم، لكن الحقيقة أبسط وأقسى. المغرب لم يخطئ، بل أحرجهم بإتقانه. أخطأ لأنه احترم ضيوفه أكثر مما يحتمل بعضهم، لأنه قدم بطولة تليق بقارة تريد أن تتقدم، لا بقارة تسجن في أعذارها. في نظرهم كان على المغرب أن يخفض السقف، أن يطفئ الأنوار، أن يعيد الكرة الإفريقية إلى العصور الرمادية حتى يشعروا بالارتياح داخل فوضاهم المعتادة. لكن المغرب اختار طريقا آخر، اختار أن يرفع السقف، لأنه يعرف أن كأس العالم قادم، ولأن من يريد المستقبل لا يشتغل بعقلية الماضي. جعل من كأس إفريقيا بروفة حقيقية، لا تجربة مرتجلة. ملاعب بمعايير عالمية، فنادق راقية، تنقل منظم، إقامة تحترم اللاعب قبل الكرة وتحترم القميص قبل النتيجة. غير أن المشكلة